أي حد اشتغل في مجال المضخات عارف أهمية فواقد الاحتكاك والتكهف. النهاردة سريعا تعالوا نشوف ازاي الاتنين دول فريكشن لوس وكافيتيشن بيأثروا على أداء المضخة. هنشوف ازاي فواقد الاحتكاك بتأثر على كفاءة البمب وبتقللها بصورة كبيرة، وازاي ظاهرة التكهف ممكن تكون أخطر حاجة تهدد المضخات وبتسبب تلف كبير لأجزاء المضخة وكمان للمواسير، وازاي نحاول نقلل نسبة حدوث الحاجتين دول. تعالوا نبدأ بفواقد الاحتكاك فريكشن لوس. ببساطة فواقد الاحتكاك هي الضغط اللي السائل خسره نتيجة الاحتكاك بين السائل والمواسير اللي بتتحرك فيها. فمثلا لو عندنا منظومة ضخ مية عادية فهتلاقي فيه قوة احتكاك بين المية والسطح اللي بتلمسه في المواسير. قوة الاحتكاك دي بتسبب فقد في طاقة السائل وضغطه، وبالتالي كفاءة الشبكة بتقل. وفي المنظومة أو السيستم مفيش شيء بيسلم من فواقد الاحتكاك دي، سواء مواسير أو كيعان أو محابس أو أي قطعة خاصة راجعة. بس طبعا الفواقد بتختلف من منظومة للتانية على حسب عوامل كتيرة. كنت عملت فيديو بشرح فيه بالتفصيل طريقة حساب فواقد الاحتكاك، هسيب لك اللينك في الديسكريبشن. لكن عموما عشان نعرف مستوى فواقد الاحتكاك الموجودة في المنظومة أو الشبكة فده بيعتمد على بارامترز كتيرة، زي مثلا مقدار التصرف في السيستم، مقدار لزوجة السائل اللي بضخه، وأقطار وأطوال المواسير الموجودة. كل ما المواسير قطرها يصغر هتلاقي فواقد الاحتكاك بتزيد. وطبعا طبيعة سطح المواسير، كل ما المواسير تكون جديدة وسطحها ناعم هتلاقي التصرف ماشي بسلاسة أكتر، وبالتالي فواقد الاحتكاك أقل. يعني تقدر تقول إن فواقد الاحتكاك تقدر تحددها بحاجتين: رقم 1 السرعة اللي السائل بيتم ضخه بيها في المواسير، ورقم 2 مقاس المواسير، وهنا بالمقاس أقصد الطول والقطر. عشان تقدر تقلل فواقد الاحتكاك انت محتاج تعمل حاجتين: رقم 1 تقلل الفلو، ورقم 2 تزود مقاس المواسير بدرجة مناسبة. وبرغم ان موضوع زيادة حجم المواسير بدرجة مناسبة معناه تكلفة مبدئية كبيرة، لكن على المدى البعيد لونج تيرم هتقلل معاك تكاليف اصلاح اي تلفيات، يعني هتقلل لايف سايكل كوستس. ودلوقتي بقى تعالوا نشوف مصطلح التكهف كافيتيشن، واللي كنا اتكلمنا عنه في فيديو شرح MBECH، هسيب لكم برضو لينك الفيديو في الديسكربشن. التكهف ببساطة بيحصل لما تتكون فقاعات هواء بشكل سريع، وبعدين الفقاعات دي تنفجر وتسبب نقر او بيتنج في الامبلر او المواسير. في العادي المية بتغلي عند 100 درجة مئوية، بس الكلام ده عند الضغط الجوي، لكن كل ما الضغط يقل درجة غليان السائل بتقل هي كمان. فمثلا لو الضغط قل ووصل 3/10 بار فالمية هتغلي عند درجة حرارة 45 درجة بس بدل 100 درجة مئوية في الوضع الطبيعي. واول ما الضغط يرجع يعلى تاني هنا فعليا بتحصل المشكلة، لان ذرات السائل اللي اتبخرت بترجع لحالتها السائلة تاني بس بسرعة كبيرة جدا، يعني تقدر تقول كأنها طلقات بتتضرب على الامبلر او المواسير. وهنا بقى بتحصل ظاهرة التكهف، واللي هي مش ظاهرة خجولة او بتحصل في صمت، بالعكس انت هتقدر تميزها بسهولة، لان البمب في الوقت ده بتطلع صوت عالي بسبب انفجار فقاعات المية اللي اتكلمنا عنه. ابسط حلول عشان نقلل ظاهرة التكهف اننا اولا نزود عمق ماسورة السحب، يعني نخليها مدفونة اكتر في المية، وده عشان نزود الضغط عند السحب. تاني حاجة نقلل فواقد الاحتكاك في مواسير السحب، ممكن برضو لو امكن نحاول نقلل التصرف في السيستم. واخيرا نرفع مستوى السائل في خزان السحب. وكنا اتكلمنا في فيديو MBECH قبل كده عن 10 طرق لتقليل التكهف، لو فاكر حاجة منهم اكتبها في التعليقات. سلام.